بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الفيديو السابق خدنا ازاي بننشئ اوبجكت بطرق مختلفة ب6 طرق مختلفة. الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن الاوبجكت اورينتد بروجرامينج كونسبتس، مفاهيم الاو او بي. خلينا ناخد اول مفهوم الا وهو الانكابسوليشن. يعني ايه انكابسوليشن بالعربي؟ تغليف. تخيل كده عندنا اوبجكت، والاوبجكت ده فيه بيانات خاصة، فمش هيقدر يأكسس البروبرتيز دهياتي بطريقة مباشرة، ففي طرق معينة بنأكسس البروبرتيز للأوبجكت بيها كسيتر وجيتر. خلينا ناخد مثال عشان الدنيا توضح أكتر. نقول مثلا كلاس student، ونعرف مثلا this dot، أو نعرف variable عادي في الأول، نقول مثلا count الهاش equal 0. يعني ايه السطر ده؟ يعني دي private، ماشي، عايزين نأكسسه، فهنعمل فانكشن عادية خالص اسمها get count، ونعمل جواها console.log، نقول له مثلا count is count. أيوة، عايزين نغير في قيمة الكاونت دي، فبنعمل set function دي اسمها getter بأكسس بيها البروبرتي. خلينا ناخد function setter بنعدل على قيم، فهنقول له set count function عادية خالص، وبنقول له this، عشان هنا جوا الفانكشن this dot count plus plus مثلا، وخلينا نكريت object من الكلاس ده، نقول له مثلا st equal new student. مفيش كونستراكتور طبعا، عادي، احنا ضايفين القيمة هنا كستاتيك بس عشان نفهم الفكرة. فلو جيت هنا قلت له console.log st دوت، طبعا مش موجود الكاونت. طب لو هنا غلست وكتبتها كده كاونت، وجيت هنا اشوف الاوتبوت undefined، مش موجود الكاونت. طيب خلينا نعمل get في الاول، وبعد كده نعمل set ونشوف الفرق. نقول له st دوت get count، فخلينا نشوف. طبعا هنا ما قلنالوش this دوت، عشان كده ده اللي سبب المشكلة، عشان احنا هنا جوا فانكشن برضه زي ما عملنا هنا. فخلينا هنا الكاونت is 0. طيب نعمل set st دوت set count تاني، ونيجي نعمل get كمان مرة بعد ما زودنا، ونشوف count 0 count 1. تمام كده الفكرة واضحة. فده كان أول مفهوم معانا ألا وهو الانكابسوليشن. طبعا البروبرتي مقدرش اكسسه زي ما شفنا طبعا لأن undefined، فبنأكسسه عن طريق الجيتر، وبنعدل على